قول. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على فرق جوهري جدا بين المية البيضاء والمية الزرقاء. دول مرضين الاتنين تعبيرين بيصيبوا العين، مرضين بيصيبوا العين. المية البيضاء بشكل مبسط هي عتمة عدسة العين الداخلية. في طبعا جوه العين من جوه اللي هي عند الحدقة بتاعت العين دي في عدسة. العدسة دي مع كبر السن بتعتم، وبيبقى دي اسمها المية البيضاء. دي علاجها بسيط جدا. المية البيضاء انك بتعمل عملية بسيطة، بتتشال العصر المعتمة، العدسة المعتمة دي بتتشال خالص، وبنحط العدسة جديدة بنفس المقاييس بتاعه، بتبقى متاخده مقاساتها قبل العمليه، وبتتحط العدسه الجديده، وبتبقى ما لم يكون في مشاكل في الشبكيه بتبقى نتائجها ممتازه جدا. اما بقى الميه الزرقاء فدي حاجه تانية خالص. هي عباره عن ارتفاع شديد غير طبيعي بضغط العين. العين ليها ضغط معين بيتقاس بأجهزة معينة عند دكاترة العيون، غير ضغط الدم. ضغط الدم حاجة وضغط العين حاجة تانية. فالمية الزرقاء هو ارتفاع غير طبيعي بضغط العين، وده مع الوقت ممكن يؤدي لو ما اتعالجش او ما اكتشفش لضمور في العصب البصري، وان النظر يروح خالص. ولذلك المية الزرقاء دي تعتبر مرض مزمن، وبتبقى محتاجة احيانا كتير جراحات، وحتى او بقى محتاجة قطرات بتمشي عليها مدى الحياة. ان المياه الزرقاء بتبقى محتاجة حاجات معينة تقلل ضغط العين. دي طبعا بصورة مبسطة من غير ما ادخلكم في تفاصيل علمية معقدة شوية. طبعا ده ناس كتير سألوا عن المياه البيضاء والمياه الزرقاء، فانا قلت اقول لكم عشان ميبقاش في لبس بينهم، ان دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. نتمنى للجميع صحة جيدة، وأي اقتراحات أو مواضيع تحبوا إن احنا نتناقشها مع بعض في القناة ابعتوا لنا باقتراحاتكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.